94% من البنات الصغيرة بتعتقد إنها هتقدر تحقق أحلامها لما تكبر، لكن 20% بس من الستات بيحققوها فعلاً لما يكبروا. طول عمري كان حلمي إني آخد ميداليات في الرياضة زي الأبطال بشوفهم في التلفزيون. أهلي بدأوا يمرنوني من وأنا عندي 10 سنين، وبعديها بشهرين بس كسبت الميدالية الفضية في بطولة ألمانيا. وكانوا بيشجعوني إني أهتم بدراستي وإني أوفق ما بينها وبين الرياضة، وده ما كانش سهل، بس كملت في الاتنين، وكمان فضلت ألعب بطولات بعد الجامعة وأنا بشتغل دلوقتي. هوريكي تجربة أولويز عملتها وعايزة أعرف رأيك فيها. في التجربة دي في حاجات على الترابيزة قدام الستات والبنات الصغيرين، وبنطلب من كل واحدة على حدة تشيل كل الحاجات اللي ما تخصش البنات. لا، شلت كل حاجة. إيه رأيك في التجربة؟ أنا مش هشيل أي حاجة من على الترابيزة، بالعكس أنا شايفة إن البنت تقدر تعمل أي حاجة. كوني بنت ده ما يقللش من فرصي ولا قدرتي إني أحقق أحلامي، بالعكس بقى كوني بنت يخليني أقدر أعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت، ودي بقى هبة من عند ربنا إداها للبنات. أنا اسمي كارولين ماهر، بطلة مصر والثالثة على العالم في التايكوندو.